اخبار مية مية في الكرة المصرية، فضلا وليس امرا. ندعمني باللايك والمتابعة، يلا بينا. منتخب المغرب بيقدم ملحمة قدام منتخب اسبانيا وبيصعد لدور الثمانية، وده في حد ذاته صديقي فرح للعرب كلهم وشرف مش للمغرب فقط. وبالنسبة لبدر بنون يا صديقي اللي ضيع ضربة الجزاء النهارده، كل ما بيصعد لدور تاني النادي الاهلي بيستفيد فلوس. لحد دلوقتي النادي الاهلي هياخد من بدر بنون 200,010 دولار. واعلامي غريب في قناة نادي الزمالك بيشبه نادي الزمالك بالفراخ. سيادة رئيس الوزراء يا صديقي كان بيتكلم على أزمة الفراخ وإن احنا ازاي نحلها وهنتدخل لحل أزمة الفراخ. فالإعلامي ده يا صديقي اتكلم وقال لك هو يعني الزمالك ما يشبهش النادي الفراخ، بتتدخلوا عشان تحلوا أزمة الفراخ ومش عايزين تتدخلوا عشان تحلوا أزمة الزمالك؟ أنا بالنسبة لي يا صديقي لا تعليق. حمدي فتحي يا صديقي لاعب وسط الملعب للنادي الأهلي، غاب عن مباراة طلائع الجيش وهيغيب عن مباراة غزل المحلة، والسبب نزلة برد. مارسيل كولر بيستبعد حسام حسن عن مباراة غزل المحلة استبعاد فني، والأقاويل بتزيد إن حسام حسن رايح في يناير إعارة. وأنا قلت لكم إن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عايز حسام حسن يرجع سموحة تاني. أما بالنسبة لأخونا حسين الشحات طلع كلام إن بيراميدز بيقول له خلص نفسك من النادي الأهلي وتعالى لنا، وفي نادي في الإمارات بيقول له خلص نفسك من النادي الأهلي وتعالى لنا. ولحد دلوقتي حسين الشحات ولا أكد الإشاعات دي ولا نفى الإشاعات دي. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيوصف مباراة غزل المحلة انها من اصعب مباريات الموسم لانها على استاد غزل المحلة، والمباراة هتكون الاربع الساعة 5. وبالنسبة للزمالك هيلعب مباراته مع طلائع الجيش وهتكون مباراة صعبة جدا وهتكون الساعة 9 برضه يوم الاربع. وما تنساش تسيب لي توقعاتك لمباراة الاهلي وغزل المحلة والزمالك وطلائع الجيش. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك ومتابعة وتقول لي رايك في كومنت. سلام.